السلام عليكم. دائما قبل ما نبداو نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، واللي دخلوا القناه الجدد اهلا وسهلا بكم ومرحبا. بسم الله. هذو مقادير مقروط المعمول. الغرس هذا وجدته من قبل، درت له القرفه اللي هما توابل دوك تشوفيهم ما بين جوز الطيب، القرفه، الكبابه، قرنفل والقرفه، وهذا الجلجلان المحمر. بسم الله. درت 3 كيلات تشيشه تكون تاع الطمينه. كل كيلة درت لها قرصة ملح مع مغرف سكر ومغرف فاني. بنفس الكيلة درت ما بين السمن وكملتها بالزيت. دخلت هذاك السمن في الشيشة وبقيت نفتل فيه حتى يتشرب ويتبسس. المرة الأولى شوفي كيفاش يتحل، بقى يفتلي فيه حتى يشد روحه هكذا. بنفس الكيلة درت الماء والمزهر، فرغتها على مرة وعلى حساب النوع تاع الشيشة تاعك. بقى يفتلي فيها غير بصباعتك باش ما يجيكش المقروط تاعك معجن. غطيها وخليها تتشرب. هذا المعمول فيه 3 انواع، الكبير ومتوسط والصغير. شوفي الغرس كيف جاني سهل وواجد. ان شاء الله نوعدكم بالفيديو تاعو باش تجيك الخدمه تاعك سهله وواجده. درت لها غير القرفه والجلجلان وعجنتها. بزاف ما يحبوش الغرس في المقروط، انا درت الكبار والصغار. الجرام تاع هذا الغرس ما بين 10 حتى 15 على حساب المول اللي درتيه. انا دائما وجدي كل شيء باش تجيك الخدمه سهله ونقيه كيما راكي تشوفي فيها، تجيك الخدمه سهله وتكملي بالخف. انا زدت درت الشيشه، لا شربت لك بزاف رشيها برشه خفيفه تاع الماء. هذا الشيشه الجرام تاعها ما بين 35 حتى 40 كما قلت لك على حساب المول اللي درتيه. الحبه اللوده درتها عيني ميزاني غير باش نوري لكم. شوفي جات متحوفه. وهنا لا غلباتك رشيها برشه خفيفه تاع الفارينه ولا السميد رطب بزاف بزاف. لا تحبي ديري ساشي بصح ديري في بالك باللي الرشام تاع المعمول ينقص لك شويه وما يجيكش الرشام تاعو باين. يعني هذا المقروط عطيته لكم بالكيل وبالجرام. شوفي كيف جاو متحوفين على حبه والرشام راهو باين. درت الزيت يسخن على نار متوسطه. دائما قبل ما نبداو نقلو نسيو بشويه. المقروط تاعنا كي نقلوه لازم يغرق ويعوم في الزيت باش يطيب على لون واحد وما نبقاوش ندورو فيه. هاد لاصوص تاع العسل هايله، ان شاء الله تستفادوا بها. نحب كي نقلي المقروط نبرد العسل على 2 مرات باش العسل السخون مع المقروط السخون يجينا معجن. هاد لاصوص مهمه بزاف بزاف، نحب نعلم بها بناتي ونوريها لكم تستفادوا بها. ان شاء الله كي تسييها تعرفي الفرق ما بيناتهم. هنا لازم العسل يكون سخون، سمحوا لي يكون بارد. شوفي الحبه كيفاش يطبقبق وتشرب في العسل تاعها. طابت على حبه وعلى لون واحد كيما راكي تشوفي. رشيتها بالجلجلان. كاين اللي يحب المقروط العسل تاعو بزياده، جات متحوفه وطايبه على حبه وعلى لون واحد كيما يحب خاطركم. ان شاء الله تسيوه ويعجبكم وتبارطاجي هذا الفيديو لحباباتك وصحاباتك. اذا عجبكم اكتبوا لي في التعليقات واش رايكم فيهم. قسمت الحبه باش تشوفي الشيشه كيفاش راهي باينه مبسه وماهيش معجنه. زدت فتحت الحبه الثانيه باش تشوفي الغرس كيفاش راهو طري لداخل. جا هايل هذا المقروط ساهل ماهل كيما شفتي. ان شاء الله تشربيه مع كاساتاي بالصحه والهنا. نقول لكم بصحتكم دائما ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم.